السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم جميعا. النهاردة الأربع 21 مايو 2025. هندردش في مجموعة بسيطة من الأسهم ما بين دعم ومقاومة. هنتكلم النهاردة على جي بي أوتو، جي بي كوربوريشن. تمام. السهم النهاردة جاب 22 جنيه وقفل 21.85 ب 631 ألف سهم. السهم وصل للموجة الخامسة بتاعته. ده بالنسبة للموجة. دلوقتي احنا عندنا مقاومة هنا اهوت في 21.84 تقريبا على المدى القصير. مقاومتنا 21.75. وعندنا دعم هنا في 21 فلات. بالثبات فوق 21 جنيه 75 يودينا عند المقاومة حوالين 23.27 اللي هي نسبة فيبوناتشي اللي هو نزل منها في جلسة 22/4. كان وصل 23.38 ونزل. أعتقد في الحتة دي كده ممكن يعمل مقلوب رأس وكتفين صغير. لو بصينا لها كده ادي كتف ودي راس، وممكن هنا يبقى فيه ايه كتف تاني. الثبات فوق 21.75 يجيبنا عند 23 جنيه. ما قدرش يثبت فوق منها وتراجع، هيبقى عندنا 21 جنيه أول دعم لينا. طيب ممكن برضو هنتكلم على عايزين نتكلم على ريمكو واخوه كريست مارك. ريمكو. طيب ريمكو على المدى القصير عنده مقاومة هنا نسبة فيبوناتشي وخط ترند عند 93. عندنا هنا مقاومة في 93. اختراق 93 يودينا 4 جنيه و15. 4 جنيه و15، والهدف اللي بعد كده حوالين 64. طيب في حال عدم القدرة على تخطي 93 في لظروف السوق لأكتر من سبب، هيبقى أول دعم لينا هنا أو الدعم الأساسي بتاعنا 3 جنيه ونص أو 3.45. يبقى دي أرقام ريمكو لإنشاء القرى السياحية. طيب كريست مارك اللي اتكلمت عليه في الفيديو اللي فات، كريست مارك قلت لك اللي هو عنده دعم في الحتة دي ما بين 70 ل 73. فعلا جاب له 71 وقفل عليها. النهارده رد بشمعة إيجابية 14%. 14% وقفل 85 قرش. لا، جاب 85 قرش قفل 83 قرش. هيبقى المقاومة الجاية بتاعتنا عند 95 قرش. هنا كان في أكتر من دعم. واستقر فوق نسبة فيبوناتشي هنا عند ال 71 ولف منها. أول مقاومة لينا عند الشمعتين دول اللو بتاعهم 95 قرش. ودعمنا على المدى المتوسط 68 فال 65. شوف المصريين للإسكان برضو كان أحد الإخوة سألني عليها. طيب المصريين الإسكان الشرط بتاعه سهل جدا. سهم واضح جدا. عندنا هنا دعم في 39،
جلستين واقف عليهم، فهل كسرهم يودينا 36 نسبة فيبوناتشي 36 قرش. طب الثبات ولف منها يبقى عند أول مقاومة هنا اهوت عند 42 قرش. طيب السهم لسه مازال واقف على الدعم 39 قرش، كسره جبنا 36 قرش. وهنكتفي بقدر ده النهارده. اي حد ليه اي استفسار يا ريت يسيبولي في الكومنت، نعلق عليه في الفيديو الجاي ان شاء الله. تحياتي لحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.